العنكبوتية ده كله كلام لغة حديثة، عولمة جديد يعني. طيب يا عمدة، مع انت عمدة وشاعر وما شاء الله ورجل اجتماعي وسياسي ما في شك لا غبار، لكن الكلام الجديد لسه على الانترنت، انت رايك شنو في الانترنت ده؟ انا ما عندي راي اكثر من انه زمان احنا هنا في الدامر في الاربعينيات يعني كانت في حاجه اسمها البسطه او البريد والبرق. بعدين في رجل اسمه خوجل، عمك خوجل اللي انا كتبت عنه استراحه، بيجي شايل الجوابات والتلغرافات يعني شايله يوزع فيها للناس، بيدوا تعريفه في الجواب. واحدين يقولوا ذاك خوجل لا حول ولا قوه جاي شايل له تلغراف ديكا، وواحدين يفرح يقولوا ذاك خوجلي والله ما شاء الله جايب له حواله وجايب له خبر سمع. وتمضي الايام والسنين فاذا بها تاتي العولمه وتتقفل البسطه في كل مكان، والعولمه جابت الفاكس. الفاكس ده انت ممكن تحشر الورقه في التليفون اللي هي الفاكس والكلام يطير بالهواء يريك هناك، ده بدل التلغراف المستعجل. بعدين جاء اذا كان التحويل زمان انت بتحول عن طريق البسطه، ترسل حواله والحواله تنتهي بعد 7 يوم 10 يوم حسب الظروف. وهسه ممكن ترسل رصيد عن طريق الموبايل، يعني دي قبل على العولمه. بالتالي انا دلوقتي يعني مكاتب البريد انا في استراحه في الجريده، زي ما نعيت السكه حديد قبل فتره نعيت البريد والبرق. شكرا يا عمدة، جزاك الله خير، ونواصل معاك تاني كمان برضو تاني ان شاء الله.